بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن أحوال. فيديوهاتنا تكون بسيطة، تكون خفيفة على قلوبكم، تكونوا بتستفادوا منها، تكون بتديكوا طاقة إيجابية في الروتينات، وتكون بتديكوا معلومات في أي حاجة تانية في الحياة أو في الطبخ أو في أي حاجة. النهاردة احنا مع بعض. ليه بقى احنا مع بعض؟ عشان الناس اللي كل يوم بتشتكي وتحتار، هناكل ايه النهارده؟ هناكل ايه بكره؟ هناكل ايه بعده؟ ولو انتوا عايزين ان انا كل اسبوع انزل لكم اكل الاسبوع كله كده في يوم واحد، تبقوا عارفين الاسبوع ده انت هتمشي على ايه او هتجيبي ايه او هتعملي ايه وما تحتاريش. خليكي معايا واحده واحده، وتعالي النهارده نشوف اكل الاسبوع كله من اوله لاخره انت هتعملي فيه ايه وهتشتري ايه، ومش هتحتاري من النهارده، مش هتحتاري. ولو عايزه كل اسبوعين اديكي اكل الاسبوعين ورا بعض مفيش مشكله، يعني ممكن اديكي السبت ده هتعملي ايه والسبت الجاي تعملي ايه، الحد ده تعملي ايه والحد الجاي تعملي ايه. احنا مع بعض النهارده عملنا ايه؟ احنا عملنا اكل 8 ايام ورا بعض، 8 ايام ورا بعض بكل سهوله، بكل بساطه. حاجات مش غاليه، حاجات تكفي اسره من 5 افراد، باسعار برضو على قد الايد، مش اسعار من اللي هي الواو او الاوفر. وبرضو حاجات مختلفة عن بعضها، كل يوم مختلف عن التاني، كل يوم أكلة تانية مختلفة عن التاني. نبدأ مع بعض كده، يلا ونشوف. احنا طبعا بنبدأ الأسبوع من يوم السبت. يوم السبت احنا هنعمل ايه؟ يوم السبت هنجيب كيلو سمك، اللي هو 4 أو 5 سمكات، وهنشويه في البيت. هنحشيه بقى خضرة، نحشيه طماطم. الردة طبعا موجودة عندنا في البيت. طبعا خضارنا بتاع الأسبوع كله احنا بنشتري طبعا في أول الأسبوع. احنا عندنا السوق مثلا بتاعنا يوم الجمعة، بننزل السوق. الأساسيات اللي بنجيبها، الأساسيات بتبقى مثلا 2 كيلو طماطم ب10 جنيه، بيبقى مثلا كيلو ونص بتنجان اللي هو الكوب ده ب5 جنيه، مثلا 2 كيلو بطاطس ب20 جنيه، كيلو جزر ب5 جنيه، كيلو خيار ب6 جنيه أو كيلو ونص ب10، مثلا نص كيلو لحمة ب80، فرخة 2 كيلو ب80 85، كيلو السمك اللي احنا هنعمله يوم السبت ب30، اللي هو لا الحجم الكبير خالص ولا الصغير خالص، المتوسط. وطبعا زي ما انت بتحبي تجيبي جيبي، عايزه تجيبي ابو 20 هتجيبي كيلو ونص ب30، تمام، اللي هو بيبقى صغير شويه. طبعا بالنسبه للفاكهه بتجيبي مثلا نص كيلو فلفل اخضر، نص كيلو فلفل الوان، بتجيبي خس او جرجير، لانك جايبه خيار فمش هتجيبي 3 اصناف خضار، لازم برضو تمشي نفسك على قد الايد. بتجيبي طبعا برضو نوعين او 3 فاكهه، بتجيبي مثلا برتقان، موز، تفاح. الاسبوع اللي وراه مثلا بتجيبي جوافه، عنب، يوسفي كده. دي الاساسيات اللي بتبقى موجوده عندنا في البيت، اللي بنجيبها كل اسبوع. بناء عليه بقى بنمشي بقيه الاسبوع كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. يوم السبت طبعا بنجيب كيلو سمك وبنشويه في البيت. طبعا بنعمل الخلطه طبعا في البيت زي ما احنا عايزين، براحتنا، بنظافتنا. النكهه طبعا من عندك انت، لها طعم تاني، بتعمليه تاخديه كده تطلعيه من النار تاكليه بيبقى زي الفل، بتعملي له تتبيله زي الفل وبتعدي يومك فيه. يا بتعملي معاه رز، يا بتاكليه، بتعملي معاه مثلا بتشوي مثلا بتنجان من اللي انت جايباه في اول الاسبوع، تعمليه بابا غنوج وتاكله بعيش شويه سلطه. ادي كده يوم السبت عدى بكل سهوله، بكل ببساطه، رخيص وعلى قد الايد. بنيجي يوم الحد. يوم الحد هنعمل ايه؟ احنا واكلين امبارح سمك، هنجيب ربع كيلو لحمه مفرومه لو احنا 4 أو 5 افراد. هتقولي لي ربع كيلو لحمه مفرومه هتعملي بيه ايه؟ هعمل بيه حواوشي. هيكفي؟ اه هيكفي. ليه؟ لان انا هحط عليه بصل واحط عليه حته ليا حلوه كده افرمها مع اللحمه، هتدي بقى طعم ايه. لان في ناس يا جماعه بتجيب اللحمه المفرومه دي مستورده. انا عن نفسي واحده من الناس بجيب اللحمه المفرومه مستورده. اللحمه اللي بطبخ بيها هي اللي بجيبها من عند الجزار. اتكلم معاكم بكل صراحه، مش انا لوحدي بعمل كده، ناس كتير بتعمل كده، لا عيب ولا حرام، بمشي بيتي على قد ظروفي وعلى قد حالي. وبنحط معاه فلفل الوان من اللي احنا شارينه طبعا في اول الاسبوع زي ما قلنا، عشان نزود الكميه. يعني بدل ما هنخليه ربع كيلو لحمه هنخليه بقى نص كيلو لحمه. هنحط عليه فلفل الوان، وهنحط عليه بصل، وهنحط عليه ملح وفلفل اسمر وتوابل وطماطمايه مبشوره. هيبقى طعمه زي الفل وزي العسل. كمان لو ما حطيتيش توابل او ما عندكيش وحطيتي ملح وفلفل بس، اقسم بالله هيبقى زي العسل وهيبقى نعمه وفضل وهتاكليه. كفايه ان انت هتبقي عاملاه في البيت عجناه بايديكي طالع سخن من الفرن كده. كفايه ولادك هم قاعدين بيتفرجوا عليكي وانت بتعمليه ومطلعاه من الفرن كده، ويلا يا ماما هاتي ناكل. دي كلها بالدنيا وما فيها. وادي يوم الحد عدى.
هنيجي بقى يوم الاثنين. يوم الاثنين هنعمل ايه؟ يوم الاثنين ده يوم في نص الاسبوع، هنعمل اكل اردحي بقى وكده ايه، وحرشه من اللي احنا بنحبها دي. هنعمل ايه مثلا؟ احنا جايبين بدنجان وجايبين فلفل وجايبين بطاطس في اول الاسبوع، هنعمل مع بعض مسقعه بالبدنجان كده والفلفل. هنعمل بطاطس محمره، ما تقوليش ما عندناش زيت، احنا بنجيب الزيت من التموين زي الفل ومية مية وبنعمل بيه الاكل كله. فضك بقى من حوارات زيت التموين، مش حلو، مش حلو، كلنا بناكله وبقالنا سنين بناكله فيه وزي الفل. وهنعمل شوية شكشوكة كده من اللي يفتحوا النفس، وحتة جبنة قديمة من اللي موجودة في كل بيت مصري. معرفش بقى في الخليج عندهم جبنة قديمة من الحدقة بتاعتنا الحلوة دي اللي المش بتاعها بني كده ودايب دوب ولا لأ. حتة جبنة قديمة من اللي موجودة عندنا في كل بيت مصري، وهنعملها بقى كده ونحط عليها شوية زيت، ولو عايزة تحطي عليها طماطم حطي، وهتبقى عسل. ودي أحلى أكل. ناس هتقولك ايه، مش عايزين الجبنة القديمة، ضغطنا عالي، المسقعة زهقنا منها. ممكن بديل، احنا عملنا هنا ايه 4 اصناف اهو. طبعا هتقطعي معاهم خيار او طماطم او خس من اللي انت جايباه، يبقى كده 5 اصناف. ممكن بدل المسقعة والبدنجان اعمل حباش. ممكن بدل البطاطس المحمرة اعمل طعمية محمرة، ويا سلام لو فقشت عليها بيضتين كده هوت مع العجينة وعملتهم، يا لهوي تحفة. ممكن بدل الشكشوكة اعمل فول بالطماطم بفص توم كده، وهيبقى تحفة تحفة تحفة، ويبات عندك منه كمان لتاني يوم تفطري منه، واو تحفة. احلى اكلة والله دي اللي بتاكل. ممكن بدل الجبنة القديمة لو ضغطك عالي ومش عايزة تاكليها، هتعملي جبنة قريش عليها طماطم وفلفل الوان وشوية ملح وشوية كمون، وطعمها زي العسل وتتاكل لوحدها اكل كده. او اي جبنة بيضة من اللي موجودة عندك من بتاعة السوبر ماركت. وادي عدى يوم الاثنين بالاكله الاردحي اللي قلنا عليه. هنيجي على يوم التلات، هتعملي ايه يا ام مالك يوم التلات؟ حيره والله يا ولاد، لا ما تحتروش، طول ما انتوا معايا ما تحتروش. هقول لك انا، يوم التلات هتجيبي فرخه كده 2 كيلو، احنا عندنا الكيلو ب42، يعني الفرخه ال2 كيلو تعمل كام؟ 85. هتعملي بقى بيها ايه؟ هقطعها 5 قطع، ورك وورك وكتفين وصدر. عايزة اقطع الورك 2 كمان لان الفرخة هتبقى كبيرة، هقطع الورك 2 دبوسوا الحتة دي، يبقى عملت 6 منابات او 6 نوايب مع الصدر. الصدر هعمل بيه ايه؟ هعمل بيه بانيه وهشيله في الفريزر ليوم الخميس. ما انا مش هاكل ال3 فراخ واكل ال4 فراخ، لازم افصل في النص عشان ما نزهقش لا احنا ولا ولادنا. هتعملي ايه بقى بالنوايب بتاعت الفراخ ديت؟ هتبلها بالطماطم والفلفل وبطاطستين معاهم، وهزقها في الفرن بشوية توابل حلوين او بملح وفلفل بس. والله بتطلع عسل وجميلة وما فيها اي حاجة. افرضوا ناس ما معاش تشتري البهارات او مش موجودة، اعملي ما تقوليش لا. الحاجة بتطلع زي الفل وبتطلع جميل. من امتى يعني جدودنا زمان كانوا بيعملوا بالبهارات وبأصناف البهارات دي كلها؟ هم كانوا ماشيين بشوية الملح والفلفل، واخرهم كان الكمون وشوية كزبرة. ما كانش فيه الاختراعات بتاعت دلوقتي، والاكل كان بيطلع طعم واحلى احلى احلى من دلوقتي مليون مرة. وهعمل معاهم برام رز كده بقى، وبالهنا والشفا. وادي يوم التلات عدى مية مية، وعملت الصدر بانيه وحطيته فين؟ في الفريزر. هنيجي بقى يوم الاربع. يوم الاربع ايه؟ الشتا ده بيحب ايه؟ بيحب العدس عشان نتدفى. ماله العدس؟ كله غذاء. اجيب 4 كيلو عدس واحط عليه بطاطسايه عشان اتقله كده، واحط عليه جزرتين، واحط عليه طماطمايه ولا طماطمتين عشان يبقى احمر كده، واحط عليه توم، واحط عليه بصل، واحط عليه قرن شطه وحته هريسه شطه، وانتي بتقلله في الاخر، وكلي بالهنا والشفا. لو ولادك مش عارفين ياكلوه كده، حط لهم عليه كيس شعريه وياكلوه بالمعلقه، او سقلهم في العيش وياكلوه. عايزه تعملي معاه مسقعه اعملي. زهقانه من المسقعه؟ هاتي البطاطس الصغيره، اللي هي الصغيره اللي بيعدوا بيها على العربيات في الشارع دي، لو بيعدي عندك عربيات في الشارع او موجوده في السوق. كيلو ونص ب10 جنيه، انا لسه جايبه منها اول امبارح. كيلو ونص ب10 جنيه البطاطس الصغيره المدوره دي. وهتمسكيها تسلقيها وتحمريها جنب العدس وشويه مخلل لفت من اللي انت بتعمليهم من ايديكي دولت التحفه. واحلى اكله، وهتقومي شبعانه ولا كانك قايمه من على اكله خروف ولا فسيخ. هنيجي بقى يوم الاربع. يوم الاربع هنعمل ايه؟ يوم الاربع طبعا قلنا كلنا ايوه يوم الاربع احنا قلنا كلنا العدس. هنيجي يوم الخميس. يوم الخميس هنعمل ايه؟ يوم الخميس هنعمل الصدر البانيه اللي طلعنا منه 8 قطع ولا 6 قطع ولا 7 قطع، على حسب ما انت بتعمليه بقى رقيق ولا تخين. خلي ايدك حلوه كده وطلعي منه كميه حلوه كده كده. الفيجيتار بيتخنها وبيخليها جميل.
نعمل معاها ايه؟ نعمل معاه البانيه ده ايه يا ام مالك؟ نعمل معاه مكرونه ونحمر معاه بطاطس او كيس شيبسي. بلاش مكرونه، مش عاجباك، اعملي معاه شويه رز مبهر كده تحفه. هتقولي لي الرز البسمتي غالي، بلاش رز بسمتي، اعملي رز مبهر بالرز العادي، بيبقى زي الفل، بيبقى جميل، ويبقى طعمه تحفه وما يفرقش عن التاني حاجه. النبي عربي واحنا بناكل اي حاجه قدامنا وعلى قد ايدينا. ادي كده قلنا ايه كده على يوم الايه الخميس. كده جينا بقى على يوم الجمعه. احنا ما كلناش طول الاسبوع لحمه الا ربع كيلو اللحمه اللي عملنا بيه الحواوشي. هنعمل ايه بقى؟ هنروحوا جايبين نص كيلو لحمه وعاملين عليه اي نوع طبيخ انت بتحبيه، في انت وولادك وجوزك تكونوا بتحبوه. عندك السوق فيه سبانخ، عندك السوق فيه قلقاس، عندك السوق فيه بسلة، عندك السوق فيه فاصوليا، عندك السوق فيه كوسة. الخضار يا جماعة بتاع الشتاء يا مكتره، من جميع الأصناف وجميع الأنواع. خضار الشتاء ياما وكتير، وتنقي منه النوع اللي انت عايزاه وولادك يكونوا بيحبوه وجوزك بيحبه، وتعملي على النص كيلو لحمة شوية شوربة وشوية رز والطبيخ. ويمكن كمان يبات عندك من الطبيخ لتاني يوم شوية رز وشوية طبيخ، ولو ما باتش رز اعملي شوية تانيين على طبق الطبيخ اللي يفضل، وكله منه كمان يوم السبت اللي وراه. وكده تكوني قضيتي 8 ايام بكل سهولة. ما احترتيش تعملي ايه، ما عملتيش ايه، نجيب اكل ايه ما نجيبش ايه. كده انا عديت لك 8 ايام. ولو عايزه اقول لك 8 ايام تانيين باكلات تانية غير الاكلات ديت في فيديو تاني ان شاء الله، هقول لكم على اكلات تانية غير الاكلات دي تكفيكم برضو 7 و8 ايام بكل سهوله وعلى قد الايد ورخيصه. ما جبناش فاكهه يا ام مالك طول الاسبوع ليه؟ هاتيلك 2 كيلو برتقال مع كيلو جوافه مع كيلو موز، العيال هياكلوا هتنبسطوا. في ناس ما بتجيبش الفاكهة خالص، ناس بتجيب كل اسبوع، ناس بتجيب مرتين في الاسبوع، انت ومقدرتك. الاسبوع اللي وراه ما جبناش فاكهة فيه، عايزة تغيري من اصناف الفاكهة اللي جبتيها، هاتي يوسفي، هاتي تفاح، هاتي عنب، هاتي ان شاء الله تجيبي كيلو وكيلو وكيلو، بدل ما تروحي تجيبي 5 كيلو برتقان وتجيبي نوع واحد. لا، انا متعودة اجيب كمية قليلة بس اجيب كذا صنف. يعني بدل ما اروح اجيب 2 كيلو موز و2 كيلو برتقان، لا اجيب كيلو موز واجيب كيلو برتقان واجيب معاهم كيلو تفاح، او اجيب معاهم كيلو جواف، او اجيب معاهم كيلو عنب. اصبح انا زودت في الاصناف وقللت في الكميه، ولادي كلوا كذا صنف وما بسطوش لغيرهم. عايزه تعملي حاجه حلوه برضو في الاسبوع ده، الاسبوع ده اعملي صينيه جلاش بالكاست، ولا اعمليها بالمكسرات لو تقدري. لو عندك مكسرات، ما عندكيش شويه بشر وزبيب وسوداني وهتطلع عسل، ما عندكيش ده ولا ده، شويه كنافه كده من اللي عندك في الفريزر افركيهم وحمريهم وبروميهم في قلب الجلاش ودخليه الفرن، وشويه شربات تحفه بالهنا والشفا. ما عندكيش كل ده، عندك بيض ودقيق، اعملي صينيه كيك، حطي عليها معلقه كاكاو واعمليها بالشوكولاته. ادام ولادك عايزينها بالشوكولاته ومعكيش تجيبي دقيق سبونش شوكولاته لانه فعلا غالي. اه فعلا غالي وناس ما بتقدرش تجيبه. حطي عليه معلقه كاكاو، إيه المشكله يعني؟ هتعمليه هيطلع جميل وهيطلع زي الفل. يبقى انت خدتي اهوت اسبوع فاكهه، برتقال وجافه وموز وصينيه جلاش، اسبوع تاني فاكهه يصفي تفاح عنب وصينيه كيكه بالشوكولاته، وعدي يومك. ليه بقى؟ لان الشتاء ما بنعملش فيه ولا كاستر ولا رز بلبن ولا جيلي بصراحة. اولا انا ولادي لا بياكلوا الكاستر ولا بياكلوا الرز بلبن، ما بياكلوش الا الجيلي، والجيلي ساقع ما بعملهم لهوش في الشتاء. الرز بلبن ممكن تعمليه، بس تعمليه في الفرن في طاجن ياكلوه سخن، لكن ساقع في الشتاء ده صعب. ممكن بقى انت وانت كده عند العطار بتجيبي شوية توابل، تجيبي لعيالك شوية كاكاو شوية سحلب تعملوا لهم بالليل وهم قاعدين يتدفوا بيهم، شوية حلبة من المطحونة ديت مغذية جدا 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 لما تعملها لهم وتحط لهم عليها شوية لبن، او حلبة من العادية تعملها لهم على لبن، شوية ينسون شوية نعناع شوية كركديه، اي حاجة دافية اولادك يتدفوا بيها وياكلوها ويفرحوا بيها، او يشربوها ويفرحوا بيها ويتدفوا وهم قاعدين في سريرهم او قاعدين بيكتبوا واجب او بيذاكروا، وهينبسطوا وهيبقوا زي الفل. وكده انا خلصت معاكم 8 ايام بكل سهولة وعلى قد الايد، وما فيهمش تكاليف كتير وما فيهمش مصاريف كتير. وكده هنقول ايه مع بعض في اخر الفيديو زي ما بنقول في كل فيديو: رب اجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون انا وانتم يا رب. وكده بنكون خلص الفيديو بتاعي، اسيبكم بقى في رعاية الله، مع السلامة.